شج رأس النبي إبراهيم من أجل الحسين. مر النبي إبراهيم في أرض كربلاء وهو على فرس، فعثرت به وسقط وشج رأسه وسال دمه، فأخذ يستغفر ثم قال: إلهي، أي شيء حدث مني؟ فنزل إليه جبرائيل وقال: يا إبراهيم، لم يحدث منك ذنب، ولكن هنا يقتل سبط خاتم الأنبياء وابن خاتم الأوصياء، فسال دمك موافقة لدمه. فقال النبي: يا جبرائيل، ومن يكون قاتله؟ قال جبرائيل: لعين أهل السماوات والأرضين، والقلم جرى على اللوح بلعنه بغير إذن ربه، فأوحى الله تعالى إلى القلم: إنه استحق الثناء بهذا اللعن. فرفع النبي يديه ولعن يزيد لعنا كثيرا، وأمن فرسه بلسان فصيح. فقال النبي لفرسه: أي شيء عرفت حتى تؤمن على دعائي؟ قال الفرس: يا إبراهيم، أنا أفتخر بركوبك علي، فخجلت عندما تعثرت وسقطت عن ظهري، وكان سبب ذلك يزيد لعنه الله. السلام على الحسين. قال إمامنا الحسين عليه السلام: إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. ثم قال: